كيكة الحليب الساخن، وصفة كتير جميلة وكيك هش وطري جدا. يلا نعمله مع بعض. 3 بيضات، لكن شوفوا المقادير الموجودة تحت الفيديو لو سمحتوا والتزموا فيها، لأنه هي المقادير الصحيحة لصينية بحجم 20 سنتي. حطيت السكر والفانيليا وربع كوب من زيت أو زيت النباتي. راح نحرك المكونات كلها مع بعض، وأهم شي ندوب السكر بالبيض، يعني حبيبات السكر تدوب. بعدين رح ننزل بكمية الطحين والبيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. كمان رح نخفق أو نحرك المزيج. طيب، كيكة الحليب الساخن ليه؟ لأنه رح ندوب الزبدة بالحليب، رح يعني نسخن الحليب. وشو بيعمل أو شو الميزة هي، شو بتعمل بالكيك تبعنا؟ بتخليه كتير طري، طري وناعم من جوا. فأنا جربت هذا التكنيك، شفته عند الشيف نادية السيد وحبيت أنا أجربه، مشان هيك عملت وصفة ونص. لهيك أنتو مثل ما حكيت التزموا بالمقادير المكتوبة تحت الفيديو. فصرت نزل الحليب الساخن المذاب فيه الزبدة على الخليط، ولا تخافوا من البيض انه راح يستوي او شيء، لا لا بتاتا. صينية فيها ورقة زبدة، راح ننزل بالخليط. بعدين رح ندخلها على الفرن على حرارة 180 حوالي 45 دقيقة ل 50 دقيقة. بعدين رح ريح الكيك بعد ما ارتاح وبرد. رح نقطع الكيك أنا وأنتو. كيكة جميلة، بتمنى تجربوها. كتير حلو إنه نحن نبدأ فيها يومنا كفطور. وهون أنا حطيت شوية كراميل وزينتها بالفراولة. بتمنى تشوفوا المقادير وتحفظوها وتشاركوها مع الأصدقاء والأحبة، ولا تنسوا تعملوا لنا فولو. صحتين وألف عافية يا رب.